اخر حاجه كنت اتخيلها ان انا اروح اعمل حاجه في شكل اسناني دي. يعني انا من ساعه ما بدات على الفيسبوك وكان في تنمرات كتير على اسناني، يعني اسناني مفستحه مكسره، ما تعرفوش في حاجه في اسناني مش عاجبه الفانز بتوعي. النهارده بقى قررت ان انا اروح اعمل الهوليود سمايل. هخلص الميك اب وهنروح مع بعض نشوف هعمل ايه في بقي ده وربنا يستر. الحقيقه قلقانه جدا، بس دي خطوه كانت قلقاني من سنين. بس بصوا بقى، لو ما كسرتش خوفي ده مش هتحصل. والحقيقه انا اللي مطمني انها حاجه ينفع تتشال وتتركب ومش هتفضل ملازماني طول الوقت. جهزنا، يلا بينا. عايزاكم بقى تفتكروا شكل اسناني دي كويس قوي علشان تقارنوا معايا وتقولوا لي قبل ولا بعد افضل. العياده اللي انا رايحاها دي اسمها زيركون فوق معمل البرج 67 شارع المرغني مصر الجديده، وليهم كمان فرع في اسكندريه. هبقى اسيب لكم فروعهم مكتوبه فوق الفيديو. تعالوا بقى شوفوا اللي هيحصل فين. اول ما وصلت العياده توجهت الى الريسبشن على طول وشرحت لها انا عاوزه ايه بالظبط. انا كنت عايزه حاجه هيلثي، ما تبقاش تعمل صنفره للاسنان او تحط عليها مواد او تدخل جراحي ولا اي حاجه. قالت لي افضل حاجه ليكي السناب اون، واتفقنا عليها. قالت لي ده شكلها، وريتني شكل اسناني هيبقى ازاي بعد كده، ووريتني شكل السناب اون، وبعدها هتوجه على اوضه الدكتور على طول علشان ياخد المقاسات. عايزة تقول حاجة؟ عايزة تقول حاجة؟ هتوفى ولا ايه؟ اول مرحله بيعملوا ايه بقى؟ بيجيبوا عجينه كده يعملوها، الدكتور عملها، وبعد كده بيحطها في بقي علشان ياخد المقاسات بتاعه الاسنان بالظبط. تقريبا دي اصعب مرحله، بس هي تقريبا بتقعد يعني حوالي دقيقتين، اقل من دقيقتين. هو بس بيحطها في الفك اللي فوق دقيقتين وفي الفك اللي تحت دقيقتين علشان ياخد المقاسات، علشان يطلع عليها بالظبط المقاس بتاع الفك والاسنان، علشان يعني هي دي الطريقه اللي بيشتغلوا بيها. احب انصحك بقى يا ما تحطيش روج خالص، يا اما حطي حاجه ثابته علشان هيطلع لك 3 بقات في بقك. بوجي طمطم. خلصت خلاص الفك اللي فوق، تقريبا قعدت دقيقتين، وبعد كده هيبتدوا يشتغلوا على الفك اللي تحت. كل واحد فيهم اخد دقيقتين، وقالوا لي ان انا هستلمها بعد كام ساعه، المهم انه في نفس اليوم. ودي كانت ميزه الحقيقه ان انا هستلمها بسرعه. جاهزة؟ جاهزه. ده بقي جديد، اهو ده جديد. ما فيش حاجه هنركب بيها ولا نلزق ولا ولا أي اي حاجة، حاجه. هي زي ما هي نحطها على الأسنان وخلاص. يلا. جراب يعني. افتحي كويس. افتحي كويس. الموضوع سهل جدا. من تحت. الو 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 الو. ايه رأيك بقى؟ الله، ايه ده؟ عادي كده؟ بيضحك عادي كده. حلوة جدا جدا. ما عملناش أي حاجة في أسناني. خلاص بقي زي ما هو، بس كده. بس كده خلصنا خلاص. كده عملت الهوليود سمايل. الكاميرا الجميلة خلصنا. كده انا امشي بقى على كاربت براحتي بقى. طيب هي بتتشال ازاي او بتتنضف ازاي او؟ بصي احنا لما بنشيلها عادي بتشيليها زي ما لبسناها كده طرف ضوافرك. كل اللي احنا بنعمله ان احنا بنغسلها بالفرشه والمعجون من بره ومن جوه، ونشيلها في العلبه اللي هنديها لحضرتك. بس كده، مش بنعمل اي حاجه تاني. ممكن ناكل عليها الحاجات الطريه اللي هي الحاجات اللي مش محتاجه مضغ قوي، زي المكرونات، الكيكات، الشوربه. لكن لحوم او حاجه ناشفه لا، هتتكسر. وانا عامه اللحوم والحاجه الناشفه دي مبحبش حاجه تعطلني، انا هقلعها واكل براحتي. بس كده. ثانك يو. ايه استنى ثانك يو الاكسنت بتاعتي اتحسنت جدا. بصوا بقى، هي دي الحاجه اللي انا عملتها بتاعه الهوليود سمايل. الصراحه هي حاجه كده خفيفه
على البق مش حاسه ان انا في حيز ولا في. هي بصوا هي كده شكلها كبير في ايدي، لكن ما يعني حاجه كده مش في الاول هتحسوا ان انتوا حاجه كده غريبه في بقكم بما انكم مركبين حاجه، وبعد كده الموضوع هتحسوه حلو قوي قوي قوي. في منها الاوف وايت وفي منها الابيض. انا مش فاكره اللي انا بقيسها، انا عملت 2 على فكره، بس انا مش فاكره اللي انا بقيسها دي كانت الاوف وايت ولا البيضه. المهم الاتنين تحفه الصراحه. دي طريقه تلبسها زي ما انتم شايفين. ما تنسوش بقى تقولوا لي رايكم في الكومنتات، ولو عجبتكم اعملوا لي لايك على الفيديو وقلوب. هسيب لكم كل التفاصيل بتاعه العياده لو حابين تعملوها، وكمان هم عاملين اوفر علشان خاطري هتعملوها بنص الثمن. لو قلت لهم ان انتوا تبع مريان بدل 3000 جنيه هتعملوها ب 1550 جنيه. شكلي بقى متغير 360 درجه في التصوير. ألف ب ت س ج ح خ د ز ر ز س ش ص ض ط وهنا كنت بجرب الحروف عشان حاسه ان في حاجه في بقي غريبه، والحمد لله كل حاجه مظبوطه. وهم كمان قالوا لي ان بعد كده هاخد عليها وهيبقى الوضع اريح من كده بكتير، ورجعت وانا مبسوطه. شفتوا الفرق بين وانا رايحه وانا راجعه؟ بحبكم جدا، اشوفكم في فيديو جديد. ما تنسوش تكتبوا لي رايكم في الكومنتات علشان ده بيهمني جدا جدا وبيفرق معايا كتير. باي باي.